الانجاء لمين؟ ليونس من الغم. لما قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى اذن الوصفه دي مش ليونس خاصه، كذلك ننجي المؤمنين. فكل من يصيبه غم ثم يتجه الى قراءه الايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يذهب الله غمه، لانه قال وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا جعفر الصادق هو عامل روجيتا للانسان المؤمن، واخذها من القران. بيقول عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب، وعجبت لمن اغتم بتاعتنا بقى اهي ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش روجيتا خاصه بيونس وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، الناس عايزه تعمل ائتمار عليه. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ادانا كل وصفه نجيب لها ايه من الايه؟ من القرآن. إن شفت أي نعمة تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعزوت كل نعمة في ذاتك أو في أهلك أو في مالك أو في أي متاع منك ونسبتها إلى الله يقول لك ما دام عرفت أنها مني خذ أحسن منها. نعم. ولذلك الناس تحرص على أن تستوعب النعمة والراحة وهم في ذلك مخطئون. ليه؟ لأن يقول لك إذا تم شيء بدأ نقصه. ولذلك الناس تزعل لما تكون حياتهم ناقصه حاجه، نقول له لا ده نقص الحاجه دي هو اللي حفاظ النعمه. ولذلك يقول لك الاسره دي طيبه قوي قوي بس فيها الواد فلان ده هو اللي وحش، بالك لو ما كانش الواد فلان ده فيها كانت الاسره دي انحسدت. يبقى اللي مخلي الاسره ما تنحسدش مين؟ الولد اللي وحش ده. ولذلك المتنبي ايضا فطن الى هذا لما بده يمدح سيف الدوله بيقول له يا اخي انت ايه بقيت كويس قوي قوي قوي. شخص الانام يعني برؤولك، شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمتك واقر عينك. قال اعطوها. وبعدين طلع قال انتوا فاهمين انها مدحتني؟ ده هي ذمتني. ازاي؟ قالت لي اتم الله عليك نعمتك واذا تمت النعمه زالت.